مين فينا ما بيحبش ورق العنب؟ هنعمل النهاردة ورق العنب بالفراخ، وهنعمل الفراخ بتتبيلة مميزة هتخلي ورق العنب طعمه بجد خرافة. ورق العنب هياخد من طعم الفراخ، وكمان الفراخ هتاخد من تتبيلة وبهارات ورق العنب، وهيبقى ميكس تحفة. أنا نرمين، ما تنسوش تتابعوني وتشجعوني بلايك وتقولولي رأيكم في الكومنت، ويلا بينا نبدأ. هبدأ أول حاجة بالفراخ، هغسلها كويس وهشيل أي زيادات فيها، وعندي في المية هنزل بمعلقتين دقيق ومعلقتين ملح وعصير ليمونتين. ده محلول النقع اللي هنقع فيه الفراخ. ده محلول النقع ده أنا معتمداه، بيخلي الفراخ ولا فيها ريحة زفارة ولونها أبيض كده من النظافة. بسيبها 10 دقايق أو ربع ساعة، مش كتير، وبعدين بشطفها بالمية. وهنزل بقى بالفراخ في الحلة، هرصها كده في الحلة، وهنبدأ بقى في التتبيلة اللي هتخلي الفراخ طعمها مميز جدا. عندي بصلة هقطعها أي تقطيعة، التقطيع مش مهم خالص معانا، وطماطماية هنقطعها برضو، وفلفلاية حامية هناخد نصها بس، وجزرتين أو جزرة، يعني انتي براحتك، عايزة تكتري في الخضار كتري، عايزة متكتريش براحتك، وفلفلاية رومي. وبعدين هنحط البهارات. الكاميرا مصورتش وانا بحط البهارات، فهقولها لكم كده على السريع. حطيت معلقة ملح ونص فلفل ونص بصل بودر وتوم بودر ومعلقة بابريكا ومعلقة بهارات فراخ، وانزل عليهم بمعلقة عسل اسود، وحط مية 3/4 الحلة، وهرفعها على النار تاخد 3/4 سوا. هجهز بقى خلطة المحشي. عندي بصلتين هخرطهم كده مكعبات، وممكن تفرميهم في الكبة لو انتي حابة. وهجهز كده عصير الطماطم، وهحط نص الفلفلاية الحامية، وعلى النار هحط شوية زيت، وهنزل بالبصل اللي احنا قطعناه، وهنزل عليهم بمعلقتين توم مفروم كبار، وهنديهم تقليبة. وبعدين هنزل بصلصة الطماطم اللي احنا عملناها، هسيبهم كده يتسبكوا شوية مع بعض، وهنزل عليهم بكوبايتين رز مغسول. انا هنا الكاميرا برضو كانت واقفة مصورتش وانا بحط الرز والخضرة والبهارات. انا حطيت ملح وفلفل بابريكا وبصل بودر توم بودر بهارات فراخ، وحطيت الرز ونزلت عليه بالخضرة، شبت بقدونس كزبرة. هنا هزود شوية خضرة كمان، واللي هيخلي بقى معانا ورق العنب مميز شوية النعناع دول. ده نعناع ناشف انا فركتهم كده وهحطهم على الرز. وكمان لو عندك دبس ورمان بيخلي ورق العنب فيه مزازة كده وتحفة جدا. احنا بدلناها بمعلقة عسل الاسود اللي حطيناها على الفراخ. هنا بقى مرضتش اتكلم عشان اوريكوا اسهل طريقة لفتح البرطمان بدون اي تعب. هنخبطه كده خبطة قوية كده من تحت، وبعدين نقوم فاتحينه ويتفتح معانا بكل سهولة. هنا انا عندي ورق العنب جاهز شارياه من السوبر ماركت. هحطله شوية مية كده هغليهم، وهنزل ورق العنب فيهم، ياخدوا كده ايه، مش هيغلوا ولا حاجة، هينزلهم كده يدوب يتشطفوا كده من مية الحفظ. هنا خلاص كانت الفراخ اخدت 3/4 سوا. هرصها في الحلة اللي هرص فيها ورق العنب، نفس الحلة. ده بقى الخضار اللي قطعناه على الفراخ، هنيجي كده بالهاند بلندر ونضربهم، بعدين هننزل عليهم بصلصة الطماطم. انا هنا حطيت شوية وهضرب كمان شوية وهحطهم عليهم، وهنزل بالبهارات ملح فلفل، هي البهارات، بصل بودر توم بودر بابريكا نعناع ناشف، وهنسيبهم كده يتسبكوا شوية عما احنا نجهز ورق العنب ونلفه. عندي بقى ورق العنب اللي شطفناه من مية الحفظ، هفتحه كده وهاخد واحدة واحدة، وهبدأ ألف ورق العنب. ورق العنب بنلفه على الجنب الخشن، لكن الجنب الناعم ده ما بنلفش عليه، ده اللي بيبقى بره. يعني انا هحط الحشوة دلوقتي في الجنب الخشن، وهقفل كده من فوق، وبعدين هقفل الجنبين وهلف.
اللفة ما تحاوليش تخليها واسعة معاكي، على قد ما تقدري خليها محكمة ومقفولة كويس، بحيث وانتي بتحركي الحلة أو وانتي بتقلبيها ورق العنب ما يفكش معاكي. هنا هلف معاكوا كمان واحدة، احط الحشوة في النص واقفل من فوق ومن الجنبين والف، هلف كده لفة محكمة. ايوه زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا خلاص كنت خلصت الكمية كلها، هرصها بقى على الفراخ في نفس الحلة، هياخدوا من طعم بعض والفراخ هيبقى طعمها تحفة، وورق العنب هيشرب كده من طعم الفراخ وهيبقى ميكس جبار. هرص الكمية كلها، هحاول كده ارصص كده كويس على قد ما اقدر اظبط الرصة، بحيث وهو بيغلي كده مفيش واحدة تفك ولا الرز يخرج برا ولا يحصل معاكي اي كلام من ده. انا خلاص كده رصيت وحطيت الكمية كلها، هنزل بقى بصلصة الطماطم اللي مضروب فيها الخضار بتاع الفراخ. هنحرك بقى كده الحلة كويس جدا عشان الصلصة تنزل تحت، وبعدين هنحط باقي كمية الصلصة، وهنغطي كده الوش ورق العنب بورقتين عنب عشان الوش ما ينشفش معاكي. هنا خلاص ورق العنب خلص معايا والفراخ كملت سواها. هنعصر بقى كده ليمون، ولو عايزين تحطوا شرايح ليمون على وش ورق العنب على النار حطوا. والفراخ كمان واخدة معايا تحميرة حلوة قوي، وده بسبب ان انا محطتش حاجة في قعر الحلة عشان اخد التحميرة دي. لو وصلتوا بقى لهنا من الفيديو ما تنسوش تتابعوني وتدوسوا لايك وتشجعوني بكومنت، وبألف هنا.